المقارنة بشكل كبير جدا بتعمل لك مشاكل نفسية وذهنية، وأوقات بتبقى مشاكل جسدية كمان، انها بتحمل عليك لود انت مش قده. ده فلان اخد سيرتيفيكت او عمل MBA في الجامعة الفلانية، تروح تبص على الMBA دي بكام، تلاقيها ب 500 ب 600 الف جنيه. في حاجات طبعا دلوقتي مع فرق الدولار بقت حاجات بتعدي المليون جنيه. طب انا مش هقدر افورد الرقم زي دوت، فانا مش هعرف انجح زيه. طب يا سيدي، ما انت خليك في البلان بتاعتك. انت ممكن تلاقي alternatives ان في المجال بتاعك انت ممكن تبقاش اصلا محتاج تعمل MBA. وهي دي الفكره، ان انت لما بتقارن بيبقى عندك البردن بتاع ان انت الشخص اللي انت بتتقارن معاه، انت ظروفك غير ظروفه، حياتك غير حياته، امكانياتك غير امكانياته، سواء بقى باعلى او باقل. انا مش هنا مش بقارن، انا بتكلم في فكره ان انت لما بتقارن نفسك بحد جنبك حتى لو من نفس البروفيشن بتاعك، في الاول في الاخر هو ما عندوش نفس البلان اللي عندك، ما عندوش نفس الظروف اللي عندك. فده بيعمل عليك انت بردن، بيعمل عليك حمل. الحمل دوت بشكل كبير بيعطلك من ان انت تبص على النجاحات اللي انت بتحققها. لان انت بتبص جنبك، ممكن يكون انت في نفس التوقيت ده عملت حاجة فيها نجاح كبير جدا، ولكن انت عشان بتقارن بحاجة تانية ممكن البنش مارك ده يبقى اعلى منك بكتير، فبتقارن اصلا ببنش مارك غلط. فده يخليك تتعطل بشكل كبير جدا عن ان انت تحقق الحاجة اللي انت اوريدي رايح عليها او ان انت اوريدي عايز تعملها.